السلام عليكم يا أخويا صاحبي، أتمنى تكون كويس ومش هنقرا حاجة في الفترة بتاعت الكلية دي عشان تسمعني وأنت تستفيد. أتمنى تكون تستفيد. نبتدي في أول سؤال. هنبتدي في السكشن بتاع الدارتيكال أندر كونستانت أكسلريشن. هحل منه شوية. هو طبعا مش هنبقى خلصنا الكتاب في الفيديو ده، وهيبان طبعا التايم لاين اللي أنا معرفش هيبقى قد إيه، بس أمان إن ده مش بيت الكتاب يعني. هو ابدا ننزل أجزاء 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 كده لأن الموضوع مرهق وصعب وأنا بروح حاجات كتير، سكاشن كتير. الدنيا مزنقة يعني. أول سؤال يقول لك النينيمم ديستانس، يعني أقل مساحة، أقل مسافة الجسم محتاجها عشان يقف العربية، يوقف عربية ماشية بسرعة 35 ميل في الساعة، هي 40 فوت، يعني 40 قدم. واحد قياس للطول، زي ما النيل واحد قياس للطول والمتر واحد قياس للطول، وأكيد مش هنتناقش في حاجة زي دي. ماشي. يعني إيه برضو أقل مسافة محتاجها يا عم؟ هنرسم طريق، نقضي الصعوبات، وانت عن في عربية ماشية في الطريق ده اللي هو طوله 100 متر من أول عربية لآخر الطريق، وانت بتسوق بتبص لقيت في شجرة بعيد عنك حوالي 70 متر، وانت شفتها فطبيعي دوست فرامل، ففي ديسلريشن، السرعة قعدت تقل. لكن انت دوست ديسلريشن وفضلت واقف على الفرامل اللي انت واقف دايس عليها دي، يعني هي ليها مقدار معين في الأول وفي الآخر الثابت، فكده السرعة هتبدأ تقل كل ثانية بمقدار 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 لحد ما توصل للصفر. لكن هل انت ضامن ان لما توصل للصفر هتغلط؟ معرفش. طالما سألت متعرفش، انت المفروض تعرف ايه هي المسافة اللي فاضلالك. دي اللي اسمها اننا تستنى. هنا هتلاحظ انها 70 متر. لو انت دايس في الاكسلريشن دي فممكن تبقى هتقف بعد 80 متر، انت كده هتدشن في الشجرة، فبالتالي لازم تعرف وانت سايق تعرف ان هنا الديستانس اللي فاضلة عندك، فبالتالي تقدر تحسب من القانون التالت الاكسلريشن والفرامل اللي انت المفروض تدوس عليها. الحالة دي طبعا احنا بنعملها بالإحساس. هنرجع بقى دي سؤالنا. تاني حاجة لاحظتها تختلف وحدات القياس، يعني النيل والساعة والفوت، نيل وفوت. فانت واحد كده هنحول لفوت، بس هحول من النيل لفوت ازاي؟ هقول لك انا حولتها ازاي. تقدر تفتح ChatGPT يديك الرقم على طول، ومحدش يقول لك تلت الداتا كام في المستقبل لما تبقى شغال، تبقى فيزيائي كيميائي مبرمج ايا كان، مهمة مونتير، مهمة شخص تعمل شغل على أكمل وجه. فنفترض دلوقتي إن أنت فيزيائي، عندك شغل الصبح في المعمل، فروحت ففي بروبلمات تعمل لها أنالايز، فاكتشفت إن وحدة القياس، يعني أنت واجهتك مشكلة إن تخيل نوع المشكلة معرفش، فأنت هتحول من وحدة قياس لتانية. يفترض ان انت نسيت او ما تعرفش تحويل دي لكام، يعني يفترض ان انت متعرفش النيل للفوت زي دي دلوقتي بكام، هتقدر لو انت شاحن الداتا بتاعتك تعرف تجيبها من اي نودل دوت شات، اي بوت شات. فمحدش مثلا هيدور على ايدك ولا يقصك ولا يخصم من مرتبك. انت كل اللي انت مهم عارفه ازاي هتحول وليه، انما ازاي اللي هي رقم التحويل ده مش شيء حد يسألك عليه. طبعا تبقى ناضج بما فيه الكفاية، هتطلع عن فكرة الأكاديمي التقليدي ده. بس أنا أعرفك إزاي جبت التحويلة، فكرت فيها إزاي يعني. أنا عارف إن الواحد نيل في 1609 متر. 4 دقايق عدوا ولسه محلتش حاجة، ماشي. وعارف إن الواحد متر في كان فوت في الرقم ده، مش هقراه أصلا مش محاسب، فأشوفه وخلاص، مش هقعد أحسب لك أقرأ الرقم المنظر ده. طب 1609 متر فيها كام فوت؟ هضرب ده في ده، هكتشف إن هو 5280 فوت. أيوة، أنا استفدت إيه يا ابني؟ والرقم ده هو الواحد نيل، ده معناه إن الواحد نيل
في 5200 فوت. هذه التحويلة. عرفت جبتها ازاي؟ تقدر تسأل أي شات بوت هيقول لك التحويلة على طول. فنحول ده السرعة دي عشان المنظر ده سيء. المنظر دي ضايقني وانا احنا لسه محلناش. الفي نوت هي كانت 35 نيل في الساعة. كده حولت من النيل للفوت، بس انا عايز برضه احول من الاول للسكند. فهقسم على 3600. طب ليه قسمت؟ انك مش حافظها. انا هنا كان في ميل وهنا اور، فانا هحول من النيل لاور، فهضرب الرقم ده. طب الثواني بحولها الساعات، ده حولها الثواني، فبرضه هضرب في الرقم ده. شيء قدر انها كانت تحت في الدينومينيتور فانا كتبتها تحت. انا ما بحفظهاش، انا بحول الثواني لوحدها، النيل لوحده، وده المنظر اللي طلع. انت اساسا تقدر تحسب الرقم ده كله على بعضه، هيطلع معاك رقم معين تعتبرها تحويلة من يعني. انت حر. المهم لا، في الاخر طلعت ان الفي نود بتساوي 51.33 فوت دير سكند، والمسافة اللي نشيتها كانت 40 فوت. هو عايز ايه؟ يقول لك عايز يعرف المينيمم. طب هو اديني اساسا المينيمم ديستانس اللي هي احتاجتها عشان تقف. تستني ده بقية السؤال. يقول لك في ايه بقى المينيمم ديستانس اللي هحتاجها عشان اوقف عربية، نفس العربية بس كانت ماشية السرعة مختلفة 70 ميل في الساعة، مع افتراض ان الاكسلريشن ثابتة اللي هي الفرامل اللي انا دايس عليها، اللي هي يعني بنقول عليها الديسلريشن. وانت عارف الديسلريشن الاشاره بتاعتها ايه؟ نيجاتيف. ليه؟ لان العربيه كانت بتدوس وهي ماشيه كده وانا عايز اوقفها، فاكيد الاكسلريشن هتبقى شمال لان العربيه كانت ماشيه يمين وانا عايز اوقف العربيه، فعكس اتجاهها العكس السالب، فالسالب معناه اتجاه مش الحاله. فانا عارف ان الاكسلريشن رقم سالب، بس معرفش ايه هو، ولذلك هو يديني الكيس الاولى دي عشان اقدر انها الاكسلريشن. ففي فاينل زيرو. ليه؟ لان العربيه هتقف. من القانون التالت اللي هو في فاينل سكوير يساوي في نود سكوير زائد 2a دلتا اكس، فهلاقي ان ال a بتساوي نيجاتيف 32.9 فوت دير سكند سكوير. فبالتالي الكيس التانية هعرف ساعتها المينيمم ديستانس. هحول برضو السرعة بس بنفس الطريقة بقى. لو في حاجة مش واضحة وانا بقول لحد ايه وابعتولي، انا بسيب الرقم على الواتس يعني، او في الكومنتات هرد برضه. لو حاجة انا غلط مثلا تفهمها لي بتاع، يعني مش شرط انت مش فاهم، ممكن تكون انا مش فاهم. الرقم ده هيطلع كام؟ 102.67 متر دير فوت دير سكند. ماشي. مع الاكسلريشن مع في فاينل من نفس القانون التالت هتجيب المينيمم ديستانس هتطلع المينيمم ديستانس دي تقريبا كده 160 فوت، 160 قدم. منطقي لأن السرعة كانت أكبر، فبالتالي هيحتاج مينيمم ديستانس أكبر. السؤال اللي بعده حلو أوي. إلكترون in cathodic ray tube عملنا له accelerated uniformly. بص هنرسم الكاثود راي تيوب اهو، دي شكلها. الكاثود راي تيوب دي اتوم بليت، ده وصلها البطارية دي بتعمل الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ده بيسدد اكسلريتد للالكترون، فالالكترون يسيب الدليت وهو يتحرك، فانا كده خدت الالكترون عملت له كسبته تسارع. ده
تشجيه مخل للي بيحصل. دي تبقى كده أنبوبة كده هاتيوم مفرغة من الهواء، فيها 2 بليت زي دول كده متوصلين ببطارية. دي البوزيتيف دي في فالإلكترون في اللي هيتسارع منين؟ هيتسارع من هنا. ليه من هنا؟ لأن ده اللي متوصل بالسالب، هذا الجزء اللي فيه الإلكترونات. لما أجي أشغل البطارية الإلكترونات هتطلع من هنا. المسافة دي قال لي السرعة الابتدائية بتاعت الإلكترون كانت 20,000 اللي هي 2 times 10⁴ متر بير سكند. اداله التسارع فوقت سرعته النهائية 6 مليون متر بير سكند. كل ده في مسافة قد ايه؟ المسافة دي كانت 1.5 سنتيمتر اللي هي 1.5 times 10⁻² متر. عايز اعرف الاكسلريشن والزمن اللي خدته والاكسلريشن. انا هجيب الاكسلريشن الاول عشان اجيب التايم بطريقه اسهل من القانون الاول. لكن انا عايز اتناقش معاك في حاجه، لان يمكن حد بيتفرج علينا عنده نظره مستقبليه او عنده معلومه لسه المفروض حد مثلا ناشي في الترتيب او عامله ليه في الفيزياء كانت معانا دلوقتي، فهو مش يعني الموضوع عنده مفيش ازمه. في حد عنده معلومات من قدام فعنده شك وحاجه غريبه كان عندي. احنا دلوقتي بندرس حاجه على المستوى الذري، مظبوط. انا عارف ان قوانين نيوتن ما بتنجحش في حاجه زي كده، هتطلعي نتائج غلط فعلا. قوانين نيوتن مش غلط، ده اللي هي ليها سكيل. مثلا الهورد العالم اللي احنا عايشين فيه ده كوكب في النيديوم اللي احنا عايشين فيه، قوانين نيوتن بتطلع نتائج صح. لكن مثلا في اللارج سكيل، مثلا في الكواكب والمجرات والحاجات اللارج الكوسمولوجي والحاجات دي، قوانين نيوتن كانت بتطلع لنا نتائج غلط، والنتائج الصح جت عن طريق معادلات اينشتاين. الريلاتيفيتي بتاعت اينشتاين هي الفروض بتاعته هي اللي وصلت لنا لنتائج اقرب للصحيحه. يعني مفيش حاجه صح في المطلق بالنسبه لي انا، هي اقرب حاجه للصح. وقوانين نيوتن كانت بتبقى غلط تماما في الموضوع ده. لكن قوانين اينشتاين لما بتطبقها على الحاجات اللي قوانين نيوتن تتعامل معاها عادي، بتلاقي ان الاتنين بيطلع نفس النتائج. ليه؟ لأن قوانين نيوتن كانت بتفشل لما السرعات كانت تقرب لسرعة الضوء، والموضوع ده اللي حله أينشتاين. مهم دلوقتي ده كان سكيل احنا ماشيين من لسه وصلنا ان السكيل بتاعنا ده النيديان، وطلعنا السكيل الكبير اللي هو الكوسمولوجي والكواكب والحاجات ده. فده السكيل الكبير. في السكيل الصغير قوي اللي هو الالكترونز والحاجات. اللي ندرس الاشياء على المستوى الذري، فقوانين نيوتن بتفشل وقوانين اينشتاين بتفشل. فاتجهنا اكتشفنا ايا كان مسمات ليها. الفيزياء اكتشاف مش اختراع. لكوانتم ميكانيكس، قوانين جديدة بتدرس مستوى الذري، نظريات جديدة للفيزياء غيرت فكرنا الفيزياء أساسا. الموضوع يبقى ممتع لما نيجي ندرسه. إن دلوقتي إن قوانين نيوتن مش هتنجح في المستوى الذري، لكن هنا إحنا بنستخدمها ليه؟ لأن إحنا اخترنا شوية فروض خلت السؤال ده يبقى يقنعك شوية إن إحنا ينفع نستخدمه. إيه هي؟ هنفترض إن الإلكتريك فيلد يونيفورم، اللي هو اللي بين التو بليت ده يونيفورم يعني كونستانت. طيب لأن الفي اللي هي البطارية اللي هي نقدر نقول إن إف إلكتروموتيف فورس، لو أنت مطلق إن في فقرة فيلوسيتي كونستانت، فبالتالي أكسلريشن كونستانت. ليه؟ لأن الفورس بتساوي إن في إيه. ولما نيجي ندرس الكهربية هتعرف إن الفورس بتساوي كيو في إي. الإي دي اللي هي المجال الكهربائي الإلكتريك فيلد، فإحنا افترضنا إن هو كونستانت. ليه؟ لأن البطارية كونستانت. ماشي. والكيو دي شحنة الإلكترون، وشحنة الإلكترون ثابتة، فالرقمين دول ثابتين. بالتالي ده وزن والناس طبعا بالنسبة ثابت في الحالة بتاعت الكلاسيكال ميكانيكس.
فالاكسلريشن في الاول في الاخر هيطلع لي كونستانت بالمنظر ده. فاحنا عشان نستخدم قوانين الحركه لازم يبقى الموضوع ده موجود ان الاكسلريشن كونستانت، فبالتالي لحد هنا صح. تاني حاجه احنا قلنا ان السرعات لو تقرب لسرعه الضوء برضه قوانين نيوتن ما تنجحش فيها. فانا ملاحظ ان السرعه دي تقول لي مثلا 6 مليون، فسرعه كبيره. طب اعرف نسبتها من سرعه الضوء ازاي؟ اقسمها على سرعه الضوء. 6 مليون اهي، هقسمها على سرعه الضوء اللي هي 3 تايمز 8 دور 10 دور 8. واضرب كل ده في النهاية عشان اطلع النسبة المئوية. تحسب دي هتطلع 2%، يعني 2% من سرعة الضوء، يعني مش نسبة كبيرة. فقوانين نيوتن برضه هتنجح للفروض اللي انا حطيتها لك دي. فاحنا نقدر نستخدم قوانين نيوتن في الحالة دي عادي. عشان ارضي فضولك وفضولي اللي حسيته ساعتها، نحل بقى عادي. هنحل القوانين العادية. يعني مثلا ده هتستخدم القانون التالت عشان تجيب الاكسلريشن. فكل ده معاك. هتجيب الاكسلريشن هتطلع ده 1.2 تايمز 10 دور 15 متر بير سكند سكوير. هتستخدم القانون الاول. كل ده بقى ايه حاجات معاك. نسرق الاكسلريشن فنقدر نجيب الزمن. هتلاقي ان الزمن عبارة عن 5 للتقريب تايمز 10 دور نيجاتيف 9 سكند. زمن صغير جدا. انت متخيل الزمن ده قد ايه؟ اوريك لو مش قادر تتخيله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ده الزمن اللي خدته عشان توصل من سرعتها 20,000 ل6 مليون. الموضوع تحت دي السكيل اللي تحت ده من أرقام غريبة. هنتعود عليه لما إيه إن شاء الله ندينا العمر ونوصل للكوانتم اللي كان معايا لحد هناك. السؤال اللي بعده بيقول لي مركب تتمشى بسرعة مركب ماشية في بحر. ده دي ماشي. ارسم المركب. اتمنى ابطل امني الحزلكة دي واحل بسرعة عشان عندي سكشن بكرة. معرفش ايه المركب اللي فيه لسه معمولة بالمنظر ده، بس ماشي. حاولت اعمله اعور معرفتش. ماشي. ماشية بسرعة ما. هو ايه اللي السرعة بتاعتها؟ لا، او كمان ماشية بسرعة ثابتة. لا مش ثابتة. هي ماشية بنود 30 متر بير سكند في الاتجاه ده. وهو ماشي نوح من فيه يافطة اللي هي ده شكلها. مع البعد 100 متر عنه. يعني المفروض ما يعديش الحتة دي. معرفش ده عادية. ده جدار جليد، دي مثلث برمودا فيضانات، مش مشكلتي. اللي يهمني ان هي دي المسافة اللي بينه وبينه والمفروض ما يعديهاش. لقيت هو لما شافها عمل ايه؟ تصرف منطقي. هيدوس طرف من العبدريك، فبالتالي في اكسلريشن الناحية المعاكسة للفيلوستي اللي هي نيجاتيف 3.5 متر بير سكند سكوير. لو مرة نسيت الميجرنج يونت عاتبني في الكومنتات، بس عاتبني ما يخليش الموضوع يعدي. بعد كده طب هسألك السؤال ده. هو بالفراغ اللي هو ماشيها دي هنا في بوينت عشان لو مش واضحة. هل الاكسلريشن اللي هو ماشي اللي هو بيستخدمها بالسرعة اللي هو ماشي بيها، هل هيقف قد 100 متر ولا مش هيلحق؟ هتقول لي احسبها. الله ينور، ده اللي كنت مستنيك تقوله. نحسبها. انت ساعتها يعني لما تقف فهي تبقى في هنا بصفر. هتستخدم القانون الثالث. تطلع ان الدلتا اكس انا بلخص عليه 28 بوينت حاجات متر. ده معناه ايه؟ ان هو هيمشي هنا 28 متر زيادة. فده معناه ان هو مش هيقف عندها الناس، يعني المينيمم ديستانس هو محتاجها اكبر من الديستانس اللي فاضلاله. هو كده هيعديها. طب ليه بتقولي حاجة زي كده؟ هتعرف لان اول سؤال بيقولك عايز يعرف خد وقت قد ايه عقبال ما وصل
البتاع دي، هو ماشي 100 متر يعني. احنا ساعتها هنستخدم دلتا اكس ان ايه، بس ماشي سيبك ده من دلوقتي. انا عايز احل المطلوب التاني، عايز يعرف الفي فاينل اللي هيمشي بيها لما يوصل هنا. ودي بقولنا تبين لك ان هو لما يوصل هنا مش هتبقى صفر، هو بيقول لك عايز الفي فاينل بتاعتها. فانت عندك اساسا تخيل ورؤيه مستقبليه للي هيحصل ده، لانك قادر تقرا الارقام وقادر تفسر كل حاجه، مش مجرد سؤال وعادر وخلاص. نعمل ايه؟ نستخدم القانون التالت المره دي، هيساوي بوزيتيف او نيجاتيف ال في نوت 30 سكوير زائد نيجاتيف ال 0.5 تايمز 2 تايمز 100. كل ده هيطلع بلس او ماينس كام 14.1 متر دير سكند. وعايز التعلي بلس ولا ماينس. انت عارف ان العربية ان المركب دي هتفضل مكنلة، ده معناه ان في اللحظة دي كانت برضه ماشية في اتجاه اليمين اللي هو البوزيتيف. دي معلومة قلتها لك فوق، لما عرفت تستخدمها قدرت تستنتج حاجات كتير. هي دي الفيزيكس، هو ده الاناليزيز، التحليل اللي انا عايزك تتعلمه. ان السؤال تحله وجبت درجته خلاص. احنا هنا عايزين نطلع من فكرة الطريقة الأكاديمية اللي احنا تردينا عليها. انت هنا جايلي عشان تتعلم مش عشان امتحان. لو عشان امتحان فأقسم بالله أنا ممكن تسقط بسببي، لأن أنا ده هشتغلش على حالة زي كده. عندك أكيد حد ممكن يشرح لك عشان الامتحان اللي انت مستنيه بكرة ده، الاعتقاد اللي انت بتسمعني في ليلة الامتحان. ما تمناش حاجة زي كده عشان أنا محتاج الريتش بتاعي على برضه. متنساش تعمل لايك والاشتراك والحاجات دي في نص الشرح عادي كده. فانت هنا بسبب المعلومة الأولانية عرفت إن البي فاينل هتبقى بوزيتيف 14.1 متر بير سكند. من القانون التالت ده هنجيب التايم التاني اللي هو الدلتا اكس هتساوي الفي نوت تي زائد هاف ايه تي سكوير. نعين نقدر اجيبها بالقانون الاول، وانت حتى رحت جبت الفي فاينل ومعايا الاكسلريشن ومعايا الفي نوت هجيبها بالقانون الاول. لا انا عايز اجيبها من القانون ده لغرض ان ايه هو. حط القانون لخص غلط بسرعة هرتبها لك. انت اكيد تعرف تعمل حاجة زي بص دي كده تطلع نيجاتيف. مش شايف 1.75 تي سكوير زائد 30 تي يتساوي 100. ودي كل ده الناحية التانية. معادلة من الدرجة التانية تعرف تحلها من القانون عادي، تعرف تعملها على الآلة. أنا هعملها على الآلة لأني مش مهتم. هتطلع معايا 2 تايم وعشان كده أنا حليتها بالطريقة دي، لأنك لو حليتها دي الطريقة الأولانية القانون الأولاني أنت كده خدت درجة السؤال لأنها تطلع صح على طول، هتطلع لك الرقم اللي صح. إنما هنا أنا هو هنا بناقش عقلك وإدراكك. الحاجات دي أنا شرحتها قبل في الفيديوهين الحل قبل كده. أنا متأكد إن عدت عليا حاجة زي كده وشرحتها. المفروض أنت تلقطها، تعرف أي التايم اللي إحنا عايزينه، لو ده تي 1 وده تي 2. وليه أساسا طلع زمانين. بص هو أولا ده الصح، حتى لو استخدمت القانون الأول هيطلع ده. ليه بقى ده الصح؟ لأن أنت قلت إجابة صحيحة. مش مهم تقول إجابة صحيحة لأنك ممكن تمسك الآلة وتستخدم القانون الأول وأنا مستفدتش حاجة. أنا عايزك تفكر. النركد هتفضل ماشية وتعدي الحتة دي وتوصل هنا صح؟ هي وصلت هنا في تي معين اللي هو التي الأولاني. بعد كده بعد ما وصلت هنا ووقفت هترجع تاني رجعت نفس النقطة دي تاني. فالتي الأولاني اللي هو الحدة اللي مشيته من هنا لحد هنا ده كده التي الأولاني. إنما التي التاني اللي هو اللي مشيته هنا لحد هنا ورجعته التاني كل ده تي 2. فبننطق إن التي التاني أكتر من التي الأولاني، فلذلك إحنا اخترنا
اللي هو الاقل. ليه؟ لان هو كان عايز التي الاولاني، هو قال لك عايز النت لما يمشي النت دول هياخد زمن قد ايه لما يوصل للمكان ده. لكن انت في القانون التاني، هو في القانون التاني بيعمل ايه؟ بيجيب لك الفترات او الانستنتينوس تايم اللي انت هتوصل فيها عند النقطه دي. هنا بيتعامل كديسبيسمنت، انما في القانون الاول هو ملوش دعوه بالديسبيسمنت، صح ولا خطا؟ هو بيتعامل بالسرعات. انت كنت كذا بقيت كذا في اكسلريشن كذا، جبت الزمن اللي انت اخدته عشان تستخدم الاكسلريشن دي. انما هنا انا بتعامل بالديسبيسمنت، فالديسبيسمنت ممكن اروح لها وانا رايح وانا جاي، لان الديسبيسمنت عباره عن فاكتور كوانتيتي، فليها اتجاه، يعني وضعي ليها وانا رايح ممكن غير وضعي ليها وانا جاي. دي فكره الكوانتيتي. احنا مرينا على فكره ان فيكتور كوانتيتي ازاي ليه نستفاد من الديسبيسمنت انها فيكتور كوانتيتي، ورجعنا عن فكره اعرف افرغ التي 1 والتي 2 ازاي. لان ساعات ممكن ميبقاش عندك اوبشن ان انت تستخدم القانون الاولاني لو انت بتفكر برضه لسه عمال تفكر في الامتحان وبس. طيب لسه حتى السؤال اللي بعده، اللي يقول لك درسل اوف اير دي يعني فقاعة من الهواء، او حد يعني مثلا احنا عندنا تيار هواء وناخد منه فقاعة عشان نعرف ندرس كثافته والتمبريتشر بتاعته والحاجات دي. هنتعلم الحاجات دي في الفلويد. خلينا في موضوعنا. ماشية في ستريت تيو ودي كونستانت اكسلريشن نيجاتيف 4 متر بير سكند، ولاحظ ان الفيلوسيتي الابتدائية بتاعته كانت 13 متر بير سكند، فالإشارة بتاعت الفيلوسيتي بوزيتيف والاكسلريشن نيجاتيف يعني عكس بعض، فبيحصل ديسلريشن. الكلام ده حصل. الاكسلريشن كانت نيجاتيف 4 متر بير سكند سكوير، والفي نوت كانت 13. الفي نوت دي كانت 13 متر بير سكند امتى؟ في الساعة 10:05، الساعة 10:05 بس الصبح. ده الزمن اللي بدأت فيه الأوبزرفيشن للموضوع للموديل ده. يعني أنا ابتدأت أعمل دراسة في اللحظة دي. فهو عايز يعرف أول حاجة لأن كان الزمن لأن بقت الساعة 10:05 وثانية، يعني التايم دلتا تي بقت دوان، يعني بعد ثانية الفي فاينل بقت دي كام؟ هتستخدم القانون ده في الاكسلريشن للنيجاتيف، هتطلع ان الفي فاينل دي 9 متر بير سكند. في المطلوب التاني كان عايز يعرف لأن كانت الساعة 10:05 يعني التايم، يعني عايز يعرف السرعة النهائية بعد 4 ثواني. هتستخدم نفس القانون، هتلاحظ إنها نيجاتيف 3 متر بير سكند. معناها إيه؟ بقت إشارتها نيجاتيف زي الأكسلريشن، معناها إنها وقفت وتمشي بعكس الاتجاه. ولو بعد 6 ثواني 7 ثواني تحسبها هتلاقي إن الرقم يزيد بس إشارة سالبة، لكن مش معناها مقدار، ده معناها اتجاه، وهتلاقي إن السرعة عندنا تزيد لأنها ده اتجاه الأكسلريشن. ده أول موضوع خلص. تاني موضوع هو مهمني فيها قوي، هو عايز يعرف الساعة 10:04 يعني قبل لما تبقى 10. يعني دي تجيب التايم بين ده وده، هتلاقي إنه نيجاتيف 1 سكند. وده الطريقة اللي الكتاب حل بيها حط النيجاتيف سكند. أنا ما قدرتش أدرك ليه حاطين الزاوية السالب. يعني أنت مثلا تقول لي أصل هو قصده قبل 10:05، أنا ده مدركه، شات جي بي تي قال لي كده برضه وما قدرتش أفهمه، فأنا مش قادر أشرحه لك. فلكن في فكرة بقى إيه هي؟ أنا بصيت للموضوع بمنظور مختلف. هو كان عايز الفي فاينل، أنا مبصيتلوش على الفي فاينل لأن أنا مش قادر أفهمها. إزاي يقول لك الفي فاينل؟ أنا عارف يقول لك الفي نود، هتقول لي الفي نود إزاي؟ ان انت ايه اللي حصل؟ انت لما ابتديت المشاهده الاوبزرفيشن ابتديت الساعه 10:05. طب انت عارف انت لو جيت بدري، يعني لو نزلت من بيتك ورحت للاوبزرفيشن بتاعت النود دي بدري ثانيه، ده بدايتك يعني. يلا بقى، بدايتك بقت الساعه 10:04 و59 ثانيه.
فكان عندك سرعة معينة اللي هي الفي نوت، ونهايتك كانت الساعة 10:05، يعني فرق ثانية، يعني عدى ثانية، هي الثانية 1 سكند، ودي حاجة احنا مدركينها يعني، فهي قدرت تدركها. فالفي فاينل هنا كانت بكام؟ هو كان قايل 13. ابتدت دي في نود في الابتدائية في الابتدائية، لأن كانت بدايتنا كانت الساعة 10:05، احنا دلوقتي بدايتنا بقت الساعة 10:04 و59 ثانية، يعني قبل ما تبقى 10:05 بثانية. فدي بقت المرة دي نهايتي ودي بدايتي، فكانت بداية بقت نهاية. ده المنظور اللي أنا قدرت أبص عليه وفهمت منه الموديل ده. فتحسب من القانون الأولاني، فدي 13 الفي نوت ناقص الفور الزمن اللي هو الواحد، دي هتروح عكس الإشارة، تطلع إن الفي نوت 17 متر بير سكند، ودي الإجابة الموديل أنسر كاتبها اللي كان حليلها في النيجاتيف 1 هي. لكن دي بالنسبة لي مقنعة. حتى مثلا أنا كل ما الثواني كانت بتعدي كانت سرعتي بتقل، فبالتالي هو قال لي 10:05 هتبقى أقرب من الساعة 10:05، لأنها تبدأ تقل لحد ما توصل للصفر. فأنا كده قدرت أدرك الموديل ده، فهمته بالمنظور ده، بصيت له باتجاه دين منظور مختلف، إن أنا أدي بدري ساعة في المشاهدة، ثانية في المشاهدة، وتبقى دي بدايتي. هو ما عملش كده في الكتاب، أنا فهمتش هو عمل إيه. لو حد فاهم يقول لي إنه ده مجنني. بعد كده عايز أقول لك حاجة كمان. لما كان الزمن 10:05، وقال لك 10:05 قلت لي فرق الزمن يعني بعد 4 ثواني، صح؟ ليه؟ لأن كنا الصبح، لو لكن دينا بالليل يعني في فرق 12 ساعة، فأنا عشان أعرف أجيب فرق التايم ساعتها هيبقى ال4 ثواني اللي هم ال4 ثواني دول زائد 12 ساعة كمان عشان أرجع الصبح أو أروح بالليل يعني، فزائد 12 ساعة. فعشان تعرف الزمن ساعتها يبقى ال4 ثواني دي، لأنك مينفعش تجمع ثواني على ساعات، هتحول دي لثواني. فمثلا دي معلومة حبيت أقولها لك. اللي بعده تراك شاحنة نشرة 40 لتر في 8 ثواني ونص. The final speed 2.8 متر بير سكند، يعني دي في فاينل. عايز يعرف الفي initial والاكسلريشن. انا راح سنو بيقول لي سنولي داون تو فاينل سبيد، معنى الجمله دي ان السرعه قلت. ده المقدار ده كده يعني، ده معناه ان السرعه قلت، فمعناه ان انا متوقع ان الاكسلريشن تطلع لي بالنيجاتيف. ماشي، اولا شوف الديفين اللي معايا الديسبيسمنت او الديستانس، هو ما اتغيرش اتجاهه فواحده، ده 40 متر. التايم الكلام ده كله التغير في السرعة ده حصل في 8 ثواني ونص. الفي فاينل 2.8 متر بير سكند. اجيب الفي ازاي؟ الفي نود قلنا ان الدلتا اكس بتساوي هاف في نود زائد الفي فاينل مضروبها في تي. كنا قلنا ده في اول محاضرة، فاقدر اجيب ساعتها الفي نود من القانون ده. هلاقي ان الفي نود 6.61 متر بير سكند. انا بعوضش بالارقام لان الموضوع ده سهل يعني. لكن الاكسلريشن هجيبها الفي فاينل ماينس الفي انيشال على التي تساوي الاكسلريشن الفي فاينل. منطقي ان الفي نود اكبر لان حصل ديسلريشن، صح؟ الكلام ده طلعت ان الاكسلريشن دي سالب 0.448 متر بير سكند سكوير. مفيش شيء اقدر اضيفه على السؤال الصراحة، السؤال العادي. اللي بعديه يقول لك object moving with uniform acceleration has velocity 12 سنتيمتر بير سكند. كان ساعتها على الاكس كوردونيت 3 سنتيمتر. طب ده يرسم لي الاكس كوردونيت كده، ادي الاكس ادي الواي والاكس. يقول لك لان كانت الاكس 3 ساعتها دي هي بدايتي، دي الاوريجين. ماشي،
دي كده المسافة دي 3 سنتيمتر. كانت هنا الفي نوت بتاعته 12 سنتيمتر بير سكند. قال لي في خلال ثانيتين ده عند النيجاتيف 5، يعني هنا، يعني دي كده نيجاتيف 5 متر سنتيمتر. عايز يعرف الاكسلريشن اللي خدها والكلام ده حصل في 2 سكند. يعني النقلة دي، يعني هو كان هنا ده هنا هناك في 2 سكند. لو تيجي تحط القانون التاني اللي هو اكس فاينل هيساوي الاكس انيشال زائد الفي نوت في التي زائد هاف ايه تي سكوير معاك التايم معاك الفي نوت معاك الاكس نوت 3 ومعاك الاكس فاينل نيجاتيف 5. هتحط كل ده هيطلع معاك ان الاكسلريشن استنى احسبها نيجاتيف 5 ماينس 3 استنى بقى كده تطلع نيجاتيف 16 متر سنتيمتر بير سكند سكوير. طب ليه بالنيجاتيف؟ لأن أنت عارف إنها في الاتجاه ده، بقت الحركة في الاتجاه ده، فالحركة في الاتجاه الدوس النيجاتيف عادي. السؤال اللي بعده ايركرافت طيارة بتهبط وهي بتهبط نازلة بسرعة 100 متر في الثانية، فاستخدمت acceleration ناقصة الماجنتيود بتاعها 5 متر بير سكند. as it run to rest لحد ايه عشان تقف واحدة واحدة. هو قال لك الماجنتيود بتاع الاكسلريشن عشان يخليك تفكر هل الاكسلريشن دي كانت للتسارع ولا للتباطؤ. تلاحظ وانت بتقول لك as it run to rest يعني عشان يوقفها، ده معناه ان هو دايس دريك، طيارة بيدوس دريك عشان تهبط في المطار. فالفي نوت خلينا نكتب هنا 100 متر بير سكند. الاكسلريشن نيجاتيف 5 متر بير سكند سكوير. الفي فاينل بزيرو. عايز ياخد الزمن اللي خدته لحد ما وقفت، فنستخدم القانون الأول. دي صفر دي عكس الإشارة، فنيجاتيف 100 تساوي الأكسلريشن نيجاتيف 5 تي الزمن تقريبا 20 سكند. ده الزمن اللي خدته عشان تهبط المطار. يقول لك المطار ده طوله 0.8 كيلو متر، هل الطيارة هتقدر تهبط؟ طب ده 0.8 كيلو متر يعني 800 متر، هتضربها في 1000 يعني ماشي، لأن الكيلو متر هي 1000 متر ماشي. ده طول المطار، هل الطيارة تقدر تهبط في الطول ده؟ ما تهبطش ليه؟ يا عم اصبر شوف الديستانس اللي محتاجاها عشان تقف. الريكواير ديستانس اللي احنا عاملين نهري فيها من بدري. يا عم ماشي. هدي هو القانون التالت. على كل حاجة هات الدلتا اكس لقيتها 1000 متر يعني 1 كيلو متر. ده معناه ان الديستانس اللي هي محتاجاها عشان تقف اكبر من المطار، فالمطار ده مش هيكفي. فده معناه ان اللين كانت نوت لاند. دي الإجابة يعني طيارة. لكن تعال نسأل سؤال مختلف. طب انا لو عايزة تهبط في ال 800 متر دول ما عنديش غيرهم لازم تهبط، فبالتالي هغير في الاكسلريشن.
تتوقع التغير الاكسلريشن اكتر ولا اقل؟ منطقيا اكتر. طب تيجي نحسبها. هنحسبها من القانون التالت برضه، لكن المرة دي انا معايا الدلتا اكس، انا ساعتها هستخدم الاكس اللي معايا فبالتالي هجيب الشيء اللي انا محتاج اعمله. يعني مثلا انا كنت معايا الاكسلريشن فطلعت الديستانس او الديسبيسمنت اللي انا محتاجها عشان اقف. المرة دي انا معايا مجبر على ديسبيسمنت معينة عشان اقف، فبالتالي هستخدمها عشان اجيب الاكسلريشن المفروض استخدمها عشان اقف. يا رب تبقى كلامي واضح يا رب. هتلاحظ ساعتها ان الاكسلريشن تطلع نيجاتيف 6.25 متر بير سكند سكوير. دي الاكسلريشن او الهرم اللي كان المفروض يستخدمها عشان يقدر يهبط في المطار ده. ده بعيدا عن السؤال مش طالبه، بس انا حبيت نفكر ونستخدمه. والله ده منظر بس ماشي. كولان جون مش عارف ايه كان في جيش الطيران الامريكي، شارك في تجربة تساعد تشوف ازاي يقدر الطيارين يقدروا يهبطوا امان. فاستخدم الكورس الغريب ده، كانت سرعته 632 ميل في الساعة، وقدر يوصل بأمان بتاع يقف في خلال 1.4 سكند. عايز يعرف بقى النيجاتيف اكسلريشن، هو عارف انها بيقول لك نيجاتيف اكسلريشن، هو انه عارف ان انت مدرك ان طالما السرعة وصلت للصفر وهي كانت بادية بقيمة معينة ده بيحصل تباطؤ عكس اتجاه الحركة. يعني هي الحركة لو كانت كده فالاكسلريشن في الاتجاه ده. انا عايز اعرف الديستانس اللي ماشاها لحد ما اقف. اولا هنحول الفي نوت، هنحول دي النيل لمتر، هنضرب 1609 وهن ساعة على الأور على 3600 تطلع ان الفي نوت تقريبا كده 2.82 متر بير سكند. الفي فاينل بصفر والتايم 1.4 سكند. تقدر تجيب الاكسلريشن؟ اقدر. القانون الاول، القانون الاول ده اساسا هو قانون الاكسلريشن، هتعوض الارقام كلها معاك هتطلع ان الاكسلريشن نيجاتيف 202 متر بير سكند سكوير. فدي اول اجابه. تاني اجابه عايز اعرف الديستانس، استخدم القانون التالت، اكتبه لك وانت تعوض. ده السؤال مفيهوش حاجه الصراحه، يعني مش حتى مش قادر اطلع بمعلومه. هتطلع بافتراض طبعا ان اكس نوت صفر. ليه؟ لان هو ابتدى هنا اعتبرنا دي بدايته الصفر، هو يمشي كده فالاكس فاينل، فالتاني الدلتا اكس هي الاكس فاينل، فهتطلع 197 متر. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه رقم 32 اللي هو ده. عشان نحله كان المفروض نحل السؤال ده، والسؤال ده موجود كان جوه الشرح نفسه، فأكيد ما عداش عليا وأنا محلتوش يعني ساعة الشرح، فهنحله بعد كده. هنحل السؤال اللي على الدور اللي هو 32. قررنا نخلص 4 أسئلة بس من غير ده. يقول لك عربية كانت ماشية كونستانت تسديد 45 متر بير سكند، وكان في ضابط على موتوسيكل واقف هنا اهو مستخبي ورا الديلد ده قعد 1 سكند، العربية عدت عليه فهو شافها فطلع يجري وراها عشان مخالفة. فالعربية هنا هنكتب بيانات العربية قال لك بعد ثانية ابتدت يعني مثلا هو كانت هنا والعربية بقت هنا بعد ثانية، ففي الثانية دي ماشية قد ايه؟ 45 متر. ليه؟ ان هو كل ثانية بيمشي 45 متر، هو بيقول لك سرعته ثابتة 45 متر كل ثانية، يعني بيمشي كل ثانية 45 متر، وده كان تعريف السرعة. فبالتالي احنا عرفنا ان اكس نوت بتاعته دي 45 متر، الاكسلريشن دي 0،
بالسرعة 45 متر بير سكند. إنما الظابط اللي بيقولوا عليه المهم يعني كانت بدايته منين؟ دي كانت بدايته ودي كانت بدايته الصفر، والأكسلريشن بتاعته كانت 3 متر بير سكند. ملاحظين إن هو كان واقف الفي نوت بتاعته الصفر. الفكرة بقى إن الفي فاينل بتاعتهم مشتركة، يعني الفي فاينل هنا هي الفي فاينل هنا. طب ليه؟ دلوقتي انت بتجري ورا واحد واحد بيجري وانت بتجري وراه، فانت قعدت تجري لحد ما مسكته، ده معناه ان انتوا الاتنين دلوقتي عند نفس النقطة. ممكن يكون هو بدأ من عند النقطة مختلفة عن نقطتك، يعني هو جري قبليك أو بعديك، ممكن بدايته مختلفة لكن نهايته كانت واحدة. فمش شرط إن ده ليها إكس نود ودي ملهاش، فإن الإكس فاينل متبقاش هي. أنت أدركت النقطة بقول لك اجري ورا واحد ومسكته انتوا الاتنين، يعني واحد يجري قبليك بعد بعد ثانيتين تلاتة أنت جريت، هو هنا بعد ثانية جرى ماشي، فهو جري قبليك مع ذلك انت جبته، فانتوا الاتنين بدايته مختلفة لكن نهايته كانت واحدة. هنا نفس الموقف. فعند الكار لو جبت اكس فاينل هتلاقيها الاكس نوت اكس نوت زائد الفي نوت تي زائد اي تي سكوير. الاكسلريشن دي صفر، ف دي المعادلة بتاعتها. الظابط هتلاقي ان اكس فاينل بتساوي اكس نوت كانت صفر والسرعة الابتدائية كانت صفر، هنستخدم ده الترم الأخير اللي هو هاف اي في تي سكوير، هاف يعني 3 على 2 تي سكوير. انت عارف ان دي قد دي هتساوي الاتنين دول لبعض، هو عايز يعرف الزمن اللي خده عشان يمسكه، فانت لما تساوي الاتنين دول لبعض هتجيب الزمن اللي هو مسكه، هتحل المعادلة دي هتلاقي ان الزمن تقريبا 31 سكند. ده حل السؤال ده. السؤال التاني بقى اللي هو ال 32 اللي كان في البروبلم، كان عايز يرسم جراف بين السرعة بين الديستانس والتايم. نبتدي بالكار. احنا الكار نبدأ من الاوريجن، احنا اتفقنا ان ليها اكس نود وتريد 45، فمثلا دي بدايتها. ثانيا التريد ماشية بسرعة ثابتة، فبالتالي هتبقى ستريت لاين عاملة كده ودي كده 45. بعد كده دي كده الكار الظابط ابتدى من الصفر، فبداية الاكس بتاعته كانت من الاوريجن، ففضل ماشي لحد ما تتقابلوا عند النقطة دي. يعني انترسيرش النقط دي كانت على التايم 31 سكند. ده الجراف اللي هو كان عايزه. لو ده كان واضح استفدنا من السؤال ده اللي احنا قدرنا نحلل الموديل كله رياضيا، ونطلع من المعادلات الرياضية دي لمعلومات فيزيائية، وقدرنا نعمل لها ريبريزنتيشن رسمناها على جراف، وقدرنا حتى نسيتها بالعربي كانت بتتقال ايه، نوصفها على جراف. السؤال اللي بعده تراك شاحنة، هنرسم نفس الطريق المليان بالصعوبات، طريق العجل ماشي. كانت في شاحنة ماشية هنا، ابتدت سرعتها في نود من الريست، يعني في نود 0. دي acceleration 2 متر بير سكند سكوير لحد ما وصلت للفي فاينل دي 20 ماشي. بعد كده فضلت 20 ثانية ماشية بسرعة ثابتة هنا. بعد كده ابتدت تدوس فرامل، فابتدت سرعتها تقل، فمن هنا بقى مرحلة جديدة اليو نوت. هنا كانت آخر لحظة فيها السرعة فيها
دي 20 متر على الثانية لحد ما بقت 0. وعشان توصل لهنا خدت 5 ثواني. دي ترجمة السؤال كله. فأول حاجة نعملها ايه؟ هو بيقول لك عايز يعرف الوقت اللي خدته طول الرحلة دي. ادي 20 و5، عايزين نعرف التايم ده اللي هو التايم الأولاني. معانا التايم التاني ومعانا التايم التالت. احنا عايزين التايم في 3 كيسز. الأول كيس تستخدم الكلمة على الأكسلريشن. هتشقلب دي هتلاقي ساعتها تحل يعني هتطلع عن التايم الأولاني ده 10 سكند، فالتوتال تايم ب 35. 10 زائد 20 دي زائد 5، فالتايم توتال ب 35 سكند. بقى كده عايز يعرف الافريج فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي عبارة عن التوتال ديستانس على التوتال تايم. طب وانت بتقول لي دي فيلوسيتي، هنا الديستانس هي الديسبيسمنت لانه في نفس الاتجاه مغيرش اتجاهه وراجع. طيب هجيب الديستانس منين؟ هدي x1 x2 x3. اول واحدة هتستخدم القانون التالت. هنا هتستخدم القانون التالت هتطلع معاك انها 100 متر. هنا ده سرعة ثابتة. distance عبارة عن في على تي، يعني 20 على 20 متر للسكند على، يا مؤاخذة أنا عملت أسوأ حاجة ممكن أعملها في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. الديستانس في تي هي 20 400. الديستانس التانية 400 متر. هنا نقدر نستخدم القانون اللي هو الإكس يساوي هاف جي نوت زائد جي فاينل. دي بقى انت فاهم، انت المفروض ايه بتعرف الحاجات دي خلاص. هتطلع ان اكس 3 ده 50، تجمع عن التوتال ديستانس هتطلع 550. فالفي افريج هتبقى 550 على 35، تطلع ان الفي افريج ب 15.7 متر بير سكند. أتمنى تكون واضحة. يقول لك ليه العبارة دي مستحيلة؟ اقرا العبارة لو مديها لك. يقول لك ريست ابتدى منين؟ الريست سرعته ماشي 50 متر في ستريت لاين في 10 ثواني، والاكسلريشن ثابتة. وصلت في الآخر إن السبيد وصلت ل 8 متر بير سكند. وأنا معايا إيه؟ لكن الفي نوت دي 0 والفي فاينل دي 8 دي تسديد كمان ماشي. ومعاك إن الأكسلريشن ثابتة، ومعاك إن الدلتا إكس 50 متر، ومعاك التايم اللي خدته كل ده 10 ثواني. طب هات الأكسلريشن. تقدر تجيب الأكسلريشن بطريقتين. الطريقة الأولى هي القانون الأول. هبقى ابعتلك PDF على الديسكريبشن او في التعليقات، عشان انا كنت شرط اللي هي الارقام والتعويضات. فانت مثلا لو حددت قوي محتاجها هتلاقيها فيها يعني. فهتحسب هنا هتلاقي ان الاكسلريشن دي 0.8 متر بير سكند سكوير. في الكيس التانية تقدر تجيبها من القانون التالت، مرة في الزمن ومرة من غير الزمن يعني. معاك كل ده اساسا. فهتلاقي ان الاكسلريشن المرة دي طلعت ب 0.64 متر بير سكند سكوير. الاكسلريشن مختلفة. ده معناه ان النتائج دي مش نتائج حرق لغضي الواحد، دي ارقام توزعت عشوائيا ليك. فبيقول لك ليه هي مش مستحيل تبقى صحيحة، لان الاكسلريشن نوت ماتش مش زي بعض. دي الاجابة يعني. يا رب. سواق عربية
ده الفرامل لما شاف شجرة، سبحان الله والله ما فاكر المثال حتى. روت على الطريق، العربية دي بدأت تقل تدريجيا، دي acceleration نيوتن 5.6 في 4 ثواني بوينت 2. في distance نسيت distance بينها وبين الشجرة كانت 62.4 متر. هو خبط في الآخر، يعني هو خبط في أثناء دي في الشجرة ملحقش يقف، يعني الديستانس مكانش كفاية. احنا قعدنا نناقش في الموضوع عندنا الديستانس ده كتير النهاردة، كان واضح موضوع مهم ومكنتش قاصد حتى ايه اللي انا حددها كده، يعني سبحان الله. خلينا هنا وعايز الفي فاينل. اكتب بقى الحاجات اللي معايا acceleration، معايا التايم، معايا displacement. يقولوا ايه دول؟ الفي فاينل. في الفي فاينل نحتاج الفي نوت، مش نعرف الفي نوت. برضه في الترم التالت اللي فيه في فاينل نحتاج الفي نوت. كده المشكلة ان انا محتاج الفي نوت، هروح اجيب الفي نوت الاول، هجيبها من الترم التالت. فمن الترم ده هجيب الفي نوت، هتطلع ان الفي نوت 26.6 متر بير سكند. واحنا عارفين ان في فاينل هتبقى رقم اقل من ده، لان انا لسه اساسا فرامل، فاكيد هي بتقل، بس انا ملحقتش يعني، استعوض ربنا بقى في العربية. من هنا هجيبها الفي فاينل منين؟ يا عم هاتوا من اي قانون، عايز تجيبه من التاني من الاول هاتوا، عايز تجيبه من التالت هاتوا، اكتب الاولاني عشان اقصر. هتحسب ده هتلاقي ان الفي فاينل دي 3.1 متر بير سكند. هذه الإجابة. وده السؤال، فاضل ده آخر السؤال ده هو آخر السؤال. قعدنا قد إيه؟ لسه يعني مدخلناش في ساعة. بص خلاصة كل ده يقول لك في القانون التاني ولا التالت؟ التاني. إيه يا عم ده اللي هو ده؟ يقول لك عايزة تبدل لي الفي نود للفي فاينل، فالقانون ده شكله هيتغير. طب هعمل حاجة زي كده ازاي؟ لو تفتكر ايه؟ تفتكر في اول تاني محاضرة اثبتت لك القانون ده، فاحنا هنستخدم الاثبات اللي احنا عملناه. اثباته كان ايه؟ اولا الدلتا اكس تساوي هاف الفي نود زائد الفي فاينل مضروبة في التي. انا عايز اخلص من دي بقى، اخلص منها ازاي؟ تفتكر في القانون الاولاني هشيل دي، هتلاقي ان الفي نود يساوي الفي فاينل ماينس الاي تي. هشيل دي واحط ده، مش مش ده اللي بتساويه؟ هتفك البراكت ده، هتطلع معاك ان الدلتا اكس يساوي الفي فاينل التي ماينس الار، المرة دي ماينس ده اي تي سكوير، وهنا ماينس ده مش بتاع الاكسلريشن عشان ما تتخيلش الموضوع بتاع الفري فولينج، لا. يعني مثلا هنا الاكسلريشن لو بالمود السالب، فسالب وسالب هتبقى بوزيتيف، الماينس دي بتاعت القانون نفسه، فده الفرق. يعني انت مثلا عايز معكش الفي نود، عايز تجيب الفي فاينل، تقدر تجيبها من القانون التالت، فان انت تبدل الفي نود بالفي فاينل وتغير اشاره. عايز تحفظها انا زدتها لك اهو. وده كان اول مطلوب هو عايزه. تاني مطلوب كان عايزك تستخدم القانون ده بقى ان انت تحسب الفي فاينل هنا، فهتطلع هي. فالسؤال ده كده خلص والمحاضرة دي خلصت. هتمنى تكون استفدت. علينا ما يقارب 13 سؤال، مش كتير ومش قليلين، ومهم الاستفادة مش الكم. أنا بحاول أبذل القصارى ما عندي، فأتمنى تكون استفدت.